آل شيخ خلصها من الرياض، طيارة خاصة وقصر ملكي وشيك على بياض. تركي وعده يجيب له البالون دور في شوال وصلى جوه الكعبة كل ما يحب يعمل عمرة. الصفقة وصلت ل 25 مليار جنيه مصري، وامتيازات أكتر من اللي حصل عليها رونالدو ونيمار وأي لاعب كورة في التاريخ. السعودية لبست صلاح العقال. من ساعات نشر المستشار تركي آل شيخ صورة صلاح وهو وشه منور بقميص الهلال الأزرق، وده معناه إن الصفقة تمت 100%. ومش كده وبس، تفاصيلها اتسربت للإعلام. القصة بدأت لما صندوق الاستثمار السعودي نجح في ضم رونالدو للنصر ونيمار في الهلال وبنزيما في الاتحاد، وكان ليونيل ميسي هدفهم عشان يقفلوا اللعبة ويبصموا بالعشرة على نجاح المشروع تسويقيا. لكن ميسي دمر الطموح السعودي بانتقاله لصفوف انتر ميامي الأمريكية، لأنه بالبلدي كده مش حمل فرهدة، وده نظرا لطبيعة مناخ السعودية، وكان عايز يستمتع بسنواته القليلة المتبقية في الملاعب مع زوجته أنتونيلا برفقة أبنائه.